وأما أقوال السلف فإنها كثيرة جدا في وجوب اتباع منهج السلف. قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. وهكذا يقول الأوزاعي عليه رحمة الله، الإمام الجليل من أئمة أهل السنة والجماعة، يحث على اتباع منهج السلف الصالح. وإن رفضك الناس واجب على المسلم أن يستحضر هذا الأمر، وهو اتباع منهج السلف الصالح. وهكذا جاء عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله كما ذكر عنه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، قال عن الصحابة: وهم فوقنا في كل علم وعقل واجتهاد وورع، وهم أولى منا في آرائنا لأنفسنا. ويقول الإمام الشاطبي في الموافقات، قال: يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهمه الأولون وما كانوا عليه في العمل، فإنه أحرى في الصواب وأقوم في العمل. ويقول ابن رجب عليه رحمة الله في فضل علم السلف على علم الخلف، قال: والعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، مع التقيد في ذلك بالمأثور عن السلف. ويقول الإمام أحمد عليه رحمة الله في أصول أهل السنة والجماعة، قال: وأصول السنة عندنا الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم واتباع سبيلهم. وكلام السلف في هذا كثير، ومن هنا يتبين لك ضلال من يصد عن منهج السلف، ومن يزعم أن له عقلا كعقولهم، وأنه يستطيع الاجتهاد كما اجتهدوا، وأنه يشق له طريق كما شق السلف لهم طريقا، ويقول: نحن رجال وهم رجال. وهذا مذهب خاطئ باطل، وهو من سبل الضلال.